بيان إلى الرأي العام: في خضم الأزمات التي تعصف بالشرق الأوسط وسوريا، تنتهج الدولة التركية ومرتزقتها سياسات تخريبية واحتلالية ترقى إلى النازية بحق الشعوب الرازحة تحت الاحتلال، وما تم تخطيطه لتنفيذ فتنة فيما بين شعوب المنطقة عامة وفي دير الزور خاصة هو نفس المخطط المراد اليوم لضرب الأخوة العربية الكردية وتكاتفهما مع باقي المكونات. وفي مدينة الزيتون، عفرين والباب وعزاز يتم جلب واستدراج جميع جلادي الأرض والإرهاب العالمي إليها، فمنذ 6 سنوات والحال هذه من سيء إلى أسوأ، وبإشراف تركي ممنهج لتنفيذ مخططها في تفريغ المنطقة من سكانها المحليين وتغيير ديموغرافيتها، ودخول جبهة النصر الإرهابية إلى عفرين وصراعها مع بقية الفصائل الإرهابية هو زيادة في انتهاكات تركيا تجاه أهالي عفرين، ومحاولة أخرى في احتضان الإرهاب في المنطقة وتحويلها لإمارة إسلامية كما في إدلب وغيرها من المناطق، حيث يتم ممارسة أبشع أنواع الإرهاب الديني والسياسي بحق مكونات المنطقة. وتبني الدولة التركية لهكذا فصيل لهو دليل أكيد على تورطهما بقضايا الإرهاب العالمي وعلى مرأى من العالم. وبدخول هيئة تحرير الشام النصرة سابقا والمصنفة على قوائم الإرهاب العالمية إلى مناطق عفرين والشهباء المحتلتين وبناء المستعمرات فيها، تصبح أرضية جاهزة لنقل اللاجئين السوريين إليها من تركيا، لتصبح كلا المنطقتين بؤرة للإرهاب العالمي، والمعاناة ستكون أشد وطأة على السكان الأصليين من مفاهيم غريبة عن المجتمع، مما يسفر عن زيادة إفراغ المنطقة من أهلها. وكل هذا يحدث على مرأى ومسمع من الجهات الدولية من جانب، والضامن الروسي والحكومة السورية من جانب آخر، وسكوت الأطراف يعني أنهم شركاء في هذا المخطط. إننا في مقاطعة عفرين والشهباء بكافة مؤسساتها نجدد دعوتنا للمجتمع الدولي وجامعة الدول العربية لمناهضة سياسة التوسع التي تمارسها دولة الاحتلال التركي على حساب جيرانها، ونؤكد مرة أخرى أن هذه السياسة لا تقتصر خطرها على سوريا ووحدتها فقط، وندعو كذلك المجتمع الدولي لتحمل المسؤولية إزاء ما يعانيه السكان الأصليون في مدينة عفرين والباب وعزاز من انتهاكات ممنهجة يمارسها الاحتلال بهدف تغيير هوية المنطقة ضمن مخطط لتغيير ديموغرافية المنطقة على يد الاحتلال التركي ومرتزقته الإرهابيين. ونطالب المجتمع الدولي بضرورة إجراء تحقيقات مستقلة في الجرائم والانتهاكات اليومية التي يمارسها النظام التركي وجبهة النصرة والفصائل الإرهابية الأخرى. ونؤكد أن الحل للأزمة السورية لن يكون إلا عبر الحوار بين كافة الأطياف والمكونات، ونذكر أن تحرير الأرض حق لأبناء وبنات عفرين والباب وعزاز وغيرها من المناطق المحتلة. كما ندعو جميع السوريين لبذل كافة الجهود لإنجاح مسار الحوار الوطني وتعزيز الجبهة الداخلية بهدف الوصول إلى مقاربات وطنية. ونؤكد على ضرورة إنهاء الاحتلال والقضاء على الإرهاب وصولا لبناء سوريا ديمقراطية وفق أسس حضارية لا تمت للاستبداد وتحترم التعددية وفق نظام حكم ديمقراطي لا مركزي. عاشت أخوة الشعوب، عاشت سوريا ديمقراطية تعددية لا مركزية، عاشت قوات سوريا الديمقراطية، عاشت حركة المرأة الحرة. مقاطعة عفرين والشهباء 26/9/2023. شهید نامرن، شهید نامرن، شهید نامرن، شهید نامرن. به سروک شیان نابه، به سروک شیان نابه، به سروک شیان نابه.